السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي الجزيرة مباشر من هنا من طاجكستان ومن منطقة راغون، وتحديدا من أعلى نقطة في سد راغون أو مكان المحطة الكهرومائية في راغون، والتي افتتح التوربين الأول لها العام الماضي عام 2000 أو عام 2017. كان التوربين الأول افتتاح التوربين الأول. غدا سيتم افتتاح التوربين الثاني. الحديث عن طاقة سد راغون حوالي 3600 ميجا وات. الحديث عن انه هذا السد الآن كمية المياه المخزنة خلف سد راغون تقدر ب6 مليارات متر مكعب. المستهدف حسب قال كبير المهندسين في السد وفي المحطة الكهرومائية، قال المستهدف 13 مليار متر مكعب مياه خلف السد. كما شاهدتم هذه أعلى نقطة في السد. هذا السد موجود على نهر فخش. الحديث عن أنه سد راغون على نهر فخش، وكان بالأمس نوراك على نهر فخش. هذا السد بني تحديدا من أجل المساعدة كسد مساعد لسد نوراك الكهربائي. والحديث عن الطاقة الكهربائية والارتفاع، يعني يستهدف أن يصبح هذا السد هو الأعلى من سد نوراك تقريبا ب30 متر. يعني إذا كنا نتحدث عن سد نوراك 300 متر، فالمهندسون هنا قالوا بأن السد هنا يستهدف أن يصبح الأعلى في العالم 330 متر تقريبا. أيضا يوجد على نهر فخش 6 سدود، يعني نهر واحد فقط عليه 6 سدود. كما قلنا غدا سيتم افتتاح المحطة، سيتم افتتاح التوربين الثاني في المحطة الكهرومائية في راغون هنا في هذا السد بوجود رئيس جمهورية طاجكستان السيد إمام علي رحمان. وسيكون هذا الافتتاح يعني كما قال الكبير الفنيين هو انطلاقة أخرى في الوصول إلى قدرات كبيرة من الطاقة المولدة من المياه في طاجكستان. تابعونا في جولاتنا من طاجكستان حيث نتعرف على الموارد المائية والسدود والطبيعة في طاجكستان. كنا قد تحدثنا في الجولات السابقة عن السد والتوربينات. نحن الآن أسفل الجبل في قلب الأنفاق، وتحديدا في التوربينات. يوجد لدينا التوربين الذي ترونه الآن أمامكم هو التوربين الثاني الذي سيفتتح غدا، وخلفه التوربين الأول الذي افتتح في عام 2017. وأيضا ونحن قادمون رأينا هناك إنشاءات حول التوربين القادم أو إنشاءات التوربين الجديد. دعونا نتحدث مع المهندس أنور رحمانوف المدير الإنشائي للتوربينات. أهلا وسهلا في الجزيرة. خوش آمدید میگیم شما را. خوش آمدید با نیروی برقی و برین به راغون میگیم شما را. هذا نعم. اهلا وسهلا الى محطة كهرومائية راغون. نعم. هذا التوربين الجديد الذي سيفتح طاقته الكهربائية كم؟ این توربینی که پگاه شده شوی و میشود چقدر قوت دارد؟ چقدر که لازم و شما شاهدی واقع هستین حاضر لحظه‌ای که با طوری آزمایشی رفته ایستاده است و پگاه اگریگات دوم نیروی برقی راغون افتتاح می شود با طرح لایحه‌ای که دارد. یعنی که قوت اقتداری خودی توربین دوم هم 600 مگاوات است. 600 مگاوات در اقتدار لایحه‌ای این توربین است. بكره ان شاء الله يكون احتفال بتشغيل التوربينة الثانية. نعم. الآن في تشغيل اختباري. نعم و هذه التوربينة يكون اقتداره
يعني إجمالي الطاقة الصادرة منها؟ الطاقة الصادرة منها إجمالي وفقا للمشروع 600 يكون 600 في ميجا وات. يعني هذا التوربين سيكون 600 ولا التوربينان معا؟ یک همین توربینا خودش 600 مگاوات میشود یا اینکه هر دو توربینا هر یک کدوم 600 مگاواتی است میشوند هستند علاقه توربینو این وابستگی دارد از فشار آب و بلندسازی سطح سربند. خودی هر دو توربین هم به طرح لایحه‌ای 600 مگاوات انجام رسیده. هذا مربوط بقوة المياه، نعم. قوة مجرى المياه، نعم. وكذلك وفقا للمشروع هذه التوربينة يكون قوة توليد كهرباء فيها يكون 600 ميجا وات. نعم، يعني نحن الآن للمشروع. نعم وفقا للمشروع، يعني الحديث الآن عن الرقم الذي ينبغي أن يكون هو 600 ميجاوات. نعم التوربين، يعني الحديث عن هذه التوربينة كم استغرق تشغيلها، الوقت الذي استغرق لتشغيل هذا التوربين؟ هذا الوقت که با کار داره چند کیلووات کار میکنه، چند مگاوات کار میکنه؟ در حال حاضر متخصصي برخه قبضه نمی‌کنه باشم. هذا المتخصصين. نعم. متخصص يعرف عنه. نعم. لا فأنا أقصد الإنشاء. هم قدر كي نروح فتروش. نعم. نعم. نزل агрегатор значит дар сатҳи имрӯза 120 мегаватт. حاليا 120 ميجا وات. الذي يخرج منها 120 نعم حاليا. لكن اوب زياد شدان جراد. ولكن المستهدف 600 ميجا وات. يعني الآن الحديث عن إنه هذه التوربينة ستصدر 120 ميجا وات الآن، لكن المستهدف 600 ميجا وات في حالة ضغط المياه. الحديث أيضا ماذا عن التوربينات الأخرى والمشروعات الأخرى في القادمة؟ یعنی نقشه ها درباره چرخه های باید کار انداختن چرخه های دیگری نیروگاه چگونه است؟ امروز ها گفته شنید ها با شرکت های تولید کننده توربین های چهارم، سوم، دوم و یکم رفته ایستاده است. گفته میتوان که روزهای نزدیک سفر خدمتی کارمندان هم هست با заводهای تولید کننده و طبق نقشه که ما داریم تا سال 2024 ما تا سال 2024 ما 4 توربین دیگر هم باید وصل نصب کنیم. وفقا لتخطيط البرنامج احنا الان نتعاون مع شركات توليد الكهرباء حتى سنه 2024 لازم يتم تشغيل توربينات آخر. نعم. التوربينة الرابعة والثالثة في 2024 وبقي يعني باقي. نعم. هذه الكهرباء تصدر أم تستخدم داخل طاجيكستان؟ بفكر شما چگونه است این قوای برقی که حاصل میشود فقط برای تاجیکستان است یا اینکه به خارجم؟ نه البته اقتداری که ما در وقتی به انجام رساندن لایحه میگیریم این 3600 مگاوات میشد، یعنی که هر یک توربین 600 مگاواتی و در مجموع برق تولید میشده در دوام سال تا 17 میلیارد کیلووات ساعت میرسد که این با همین خود جمهوری ما با برق پورا تامین میکنیم و هم با قسمت منطقه تولید برق کرده انتقال میدیم. یعنی که با همسایه با جمهوری همسایه ازبکستان، افغانستان و حتی با جمهوری اسلامی پاکستان هم میتونیم انتقال کنیم. يعني توليد الكهرباء يكون لكل توربينه يكون اجمالي توليد الكهرباء القوه يكون 3600. نعم. وفي اجمالي يكون حوالي 700 نعم مليارات كيلووات. هذا يتيح لنا أن نصدر كهرباء إلى دول آسيا الوسطى وإلى أفغانستان. يتم تصدير الكهرباء إلى أفغانستان والدول المجاورة. نعم. يعني نشكره على وجوده معنا في هذه الجولة. شكرا. شكرا. رحمة.
المهندس أنور رحمنوف تحدث لنا عن هذا التوربين الثاني الذي سيتم افتتاحه غدا. والآن يعني نسمع أصوات التوربين أثناء الدوران بعد دخول المياه. ونحن بالمناسبة أسفل الجبل المياه تدخل من السد الذي رأيتموه ثم تخرج بعد التوربين وتتولد الكهرباء. كانت هذه جولة من داخل المحطة الكهربائية في راغون، نقلناها لكم عبر شاشة الجزيرة مباشر. تابعونا في جولاتنا من طاجكستان.